تحركات إيران نحو الجزائر وموريتانيا لمحاصرة المغرب، كيف رد المغرب والرد القوي أو على الملالي. هذا الشيء اللي غنشوفه في هذه الحلقة، فبسم الله وعلى بركة الله. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم حياكم الله، تحية كبيرة لخوتي المغاربة في كل مكان. هذه الحلقة غادي نشوفوا فيها كيف أن إيران تزحف نحو غرب إفريقيا، وخصوصا نحو موريتانيا والجزائر ولمحاصرة المغرب. غادي نبداو بعنوان أو بخبر لواحد المرصد ودار واحد التقرير يكشف فيه مجموعة من المعطيات. تقرير يرصد خلفيات تحركات إيران نحو الجزائر وموريتانيا لمواجهة المغرب. قبل ما نمشيو ونشوفوا التفاصيل، خصنا نكونوا متأكدين بأن ما نعرضه اليوم أو هذا الشيء اللي جا به التقرير هذا، المغرب والاستخبارات المغربية مع الاستخبارات الحليفة ديالها فهم يعلمون هذا جيدا. بل وأكثر من هذا، في الفقرة الثانية من هذه الحلقة غادي نبين تحركات المغربية لإيقاف زحف الملالي على هذه المنطقة ديال إفريقيا. علاش كنقولوا الملالي؟ لأن الشيعة أو التشيع فهو ليس تمدد ديني أو لا هي طائفة دينية، ولكن هذو طائفة وميليشيات مسلحة. أينما حلوا وارتحلوا، أينما ذهبوا ونادوا بالتشيع، إلا وكتلقاهم كيكونوا ميليشيات شيعية. فإذا شفنا في العراق مشاو داروا الحشد الشعبي، ايضا مشاو للبنان داروا حزب الشياطين، مشاو مثلا لافغانستان كاين فيها لواء فاطميون، ايضا باكستان فيها لواء زينبيون وغيرها. هذه كنقولوا البارزين، ولكن كتلقى اكثر من الويه واكثر من ميليشيات في نفس الدوله. ثم شفنا انهم دعموا الحوثيين في اليمن، وأيضا اليوم يحاولون خلق ميليشيات شيعية في منطقة الصحراء الشرقية المحتلة من طرف الاحتلال الجزائري تحت مسمى البوليساريو. ثم غادي الهدف ديالهم أنهم يكونوا هذه الميليشيات. إذن خلونا نمشي نشوفوا تفاصيل هذا التقرير. قامت إيران بجولات متعددة، كان في مقدمتها زيارة حسين أمير اللهيان وزير الخارجية الإيراني الرسمية على رأس وفد رفيع المستوى إلى موريتانيا في شهر فبراير الماضي. ثم تبعتها واحد اللقاء جمع ما بين وزير خارجية إيران وداه ولد سيدي عمر وزير الشؤون الإسلامية. شوف كيمشيو كيحاولوا يدخلوا من الجانب الديني، وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتاني في أبريل، أي بعد شهرين، على هامش مشاركته في المعرض الدولي للقرآن المنعقد في طهران. فخلونا قبل ما نمشيو نشوفوا شكون هذا المرصد وشنو يعني ما جاء به من معطيات. فهذه النقطة استوقفتني، قال لك معرض القرآن، يعني ملي كنقولوا معرض الدولي للقرآن فهنا شيء مضحك. فخصنا نعرفوا بأن الشيعة الاثنى عشرية فهم يؤمنون بتحريف القرآن، بأن القرآن اللي عندنا حنايا اليوم السنة هو قرآن محرف، بأن الصحابة رضي الله عنهم تم أو خداو مجموعة من الآيات اللي فيهم الولاية العالي وفيهم الولاية البيت، فقال لك بأن الصحابة حيدوهم باش ما يكونش هذيك الولاية لعلي. ثم كيقول لك بأن واحد المعزة أو غنمة كما كيقولوا أنها كلات واحد الجزء من القرآن الكريم، وبالتالي دوك الآيات ما تكلاو من القرآن وبقاو ناقصين. فكيفاش نتوما تؤمنون بتحريف القرآن؟ وهذا ماشي موضوعنا اليوم، يعني باش نردوا عليهم. والله سبحانه وتعالى قال نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال مجموعة من الآيات كيقول فيها بأنه لا يمكن تحريف هذا القرآن أبدا، ثم أنه لا يمكن تحريفه لأنه حفظ في الصدور، ولو يتحرق كامل فكيبقى في الصدور. ولشتو اليوم في المسجد راه إلا غلط في آية واحدة غتلقى أكثر من واحد، ولا ربما دراري صغار شباب أو لا كبار كيصلح له. يستحيل أنه يتم تحريفه لأنه ليس فقط في الورق ولكن هو حفر في الصدور. إذا نرجعوا لهذه النقطة باش تعرفوا أنهم كيركبوا على الدين. فأنتم تؤمنون بتحريف القرآن، واليوم كديروا واحد المعرض دولي للقرآن.
هنا كيبان فقط غير بغيت نوضح هذه النقطة هذه اللي استوقفتني وأنا كندير تحليل لهذا يعني لهذا التقرير. نمشيو نشوفوا شكون صاحب هذا التقرير وشنو العنوان اللي عطانا لهذا التقرير هذا اللي كيخص التغلغل الإيراني ومحاولة محاصرة المغرب عبر العلاقات الإيرانية الموريتانية والجزائرية. هنا عندنا المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية هو صاحب هذا التقرير. كيقول دوافع وأهداف التقارب الإيراني الموريتاني. فنحاول باش ما يكونش ممل، أنا نحاول نشرح لكم ولكن عبر الخريطة، يعني نعطيكم الخلاصة كاملة في الخريطة. إذا خلينا نشوفوا على اليمين كاين المربع اللي في الأزرق اللي فيه إيران، وأن البعثات الإيرانية سواء العسكرية أو لا الدينية كما تسميها أو لا الدبلوماسية كتجي من إيران إلى الجزائر ثم من الجزائر إلى موريتانيا. الغرض حسب التقرير هو أولا ضم موريتانيا إلى الدول التابعة لإيران والتي تعيدها بأسلحة، تعيدها بأموال، وتعيدها أيضا بكل ما تحتاجه أو ما يحتاجه الجالس على الكرسي باش يبقى في الكرسي ديالو. الأموال، إيران تعتمد على هذه الطريقة، وشفنا في حزب الشياطين في لبنان بأنه إيران هي من تدفع الرواتب وهي من تدفع الأموال وكل شيء. إذن باش تستقطب موريتانيا علاش شفنا في الجنوب لقاو مربعين، جوج المربعات، يعني أن إيران تريد الدخول وأخذ مكان لها في منطقة الساحل والصحراء بما فيها موريتانيا، السنغال، مالي، النيجر، تشاد، وحتى بوركينا فاسو في الجنوب. وأيضا تريد محاصرة المغرب اللي كتعتبر أن المغرب أنه حليف لأمريكا، حليف لإسرائيل كما تروج له، وبأن المغرب هو الدولة التي تقف أمام التمدد الشيعي، هي تحاربه. غادي نشوف كيف تحاربه، ولكن خلينا نشوفوا بأنه إذا بغاو يحاربوا المغرب كاين واحد المستطيل تقريبا بالأحمر في الحدود المغربية الجزائرية. هنا نقدر نقولوا أن عبر الجزائر وميليشيات البوليساريو وتدخل الميليشيات الإيرانية يمكن محاصرة المغرب من هذه الجهة عسكريا، ولكن كنشوفوا بأن بقات واحد دائرة خضراء في الجنوب ما يمكنش تتحكم فيها الجزائر وما عندهمش كيفاش يديروا لها، وبالتالي غتكون بالنسبة لهم هما منفذ بالنسبة للمغرب. فبالتالي خصهم أن موريتانيا، لأن حدود موريتانيا تدخل معهم على الخط، وهكذا سيتم إكمال إحاطة الصوار بالمغرب، هذا الصوار الذي تتوهمه إيران. إذن هذا في خلاصة ما جاء في التقرير، بمعنى إيران بغات موريتانيا باش تكمل الحصار على المغرب وأيضا تدخل منها لمنطقة الساحل والصحراء وأيضا عبر الجزائر. علاش المغرب تريد محاصرتها؟ لأن المغرب أول دولة في إفريقيا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، تعلن أن إيران ذات نوايا تزعزع استقرار المنطقة، أن المغرب حاربها إرسال مجموعة ببعثات الدينية المغربية إلى دول إفريقية لنشر الإسلام السني المعتدل، وكذلك أن هناك مجموعة من الزوايا خاصة الزاوية الدرقاوية والزاوية التيجانية اللي فيها بعض الدول كالسنغال عندهم زوايا، عندهم موردين اللي مرتبطين بالزوايا المغربية، وحنا كنعرفوا الزوايا المغربية عندها نقدر نقولوا ما كاينش الاسلام المتطرف عندهم. فبالتالي اتفقنا مع الطريقه الصوفيه ولا ما اتفقناش عليها، ما يهم انها ليست بإسلام متطرف ولا تقود إلى التطرف، وهذا مهم. ثم أن المغرب يستضيف أئمة وطلبة علم وعلماء من هذه الدول الإفريقية، كيدير لهم دورات تكوينية وكيدير لهم أيضا التكوين والتعليم في المغرب. إذن من الناحية الدينية المغرب يبذل مجهود كبير في هذه القضية. أيضا المغرب يرسل مجموعة من المصاحف المدققة والتي نقحت وصححت إلى هذه الدول الإفريقية. هذا من جهة. من جهة أخرى المغرب يحارب إيران والتشيع ليس فقط دينيا ولكن حتى اقتصاديا. من كنشوفوا أن المغرب يساعد دول إفريقيا في التنمية، فهناك يحيد أنه يجيو ويشدوها من الفقر، لأن كيقول كاد الفقر أن يكون كفرا. نفس العلاقة إيران مع حزب الشياطين ولا مع الحوثيين اللي كيقولوا لهم شنو ما خصكم نعطيوكم. فهنا ملي كتلقى دولة فقيرة، الدولة ما عندهاش اقتصاد، ما عندها حتى شي حاجة، فيسهل أنه يجرها للتطرف وإلى التشيع. أيضا من ناحية أخرى فخصنا نعرفوا بأن
كاين التمدد الديني، او لا كيف ما كيسميوه هما التشيع، تمدد الشيعة او الملالي، وايضا ثم اقتصاديا كيف ما قلنا، عسكريا احنا جايين له، ولكن كاين سياسيا ودبلوماسيا. فهلل وغرد الاعلام الجزائري واذناب الكبرانات بان السعوديه درت علاقات مع، او اعادت العلاقات مع ايران، وان من توسط هو الصين، وقالوا بان اليوم ايران والسعوديه والصين غادي يكونوا ضد المغرب. وحنا اظهرنا بان السعوديه كدير مجموعه من او دارت مجموعه اتفاقيات الاستثمارات مهمه في المغرب، كتخص الطاقه المتجدده، وايضا كتخص حتى الطاقه انتاج الطاقه النوويه. هذه من ناحيه ديال السعوديه، والسعوديه لا يمكن ابدا ان تكون مع ايران ضد المغرب، هذه مسحوها. لكن يمكن ان السعوديه تفرض او تطرح نقاط لحد، او باش نقولوا انها كتوقف ايران باش ما تدخلش في مشاكل مع المغرب. ثم الجانب الاخر هو الصين. وعباد الله، راه الصين عندها اكبر المصالح في افريقيا مع المغرب، شركات متعدده، بل مدن صناعيه صينيه، جاليه صينيه تعمل بشكل كبير في التجاره وفي ايضا البناء والصناعه في المغرب. ثم ان المغرب من بين الدول الاستراتيجيه المهمه للصين في طريق او في حزام الحرير. فالمغرب هو النقطه اللي كتسمح انه يكون اللقاء ما بين اوروبا وافريقيا، والنقطه اللي كتكون ما بين الشرق وبين الغرب، بين الشرق ديال البحر الابيض المتوسط، والغرب اللي كيمشي للمحيط الاطلسي. فخلينا نشوفوا هذا الخبر ويأكد لنا بان الصين لن تقف مع ايران ضد المغرب، بل بالعكس، الصين ستكون الرادع لايران في مصالحها مع المغرب. 25 ألف منصب شغل، اتفاق بين المغرب والعملاق الصيني لصناعة البطاريات. فهذا غير مصنع واحد، فما بالك بمشاريع أخرى كمشاريع ديال إنتاج الطاقة الشمسية والريحية، مشاريع كتهم المواصلات، ومثلا تقدم شركات صينية للصفقة ديال التي جي في أو ديال القطار السريع. ايضا الصين ومدينه طنجة تك اللي كيشرف عليها الملك محمد السادس نصره الله بنفسه، وهي مدينه غتكون للشركات الصينيه. كنهضروا على الصين وعلاقتها مع المغرب فيما يخص الصيد البحري. ايضا ان الصين تريد ان تدخل مع المغرب في مساله التنقيب واستغلال النفط والغاز. الصين مع المغرب، وهي تعرف بان المغرب هو واحد الدوله اليوم رائده في صناعه السيارات الكهربائيه وقطع الغيار للسيارات الكهربائيه بما فيها البطاريات، وخصوصا التي تعمل بالليثيوم، وايضا مجموعه من الشركات المغربيه الصينيه. اذا فهنا كيبان بان المغرب استعد من الناحيه الدينيه، من الناحيه السياسيه، من الناحيه الاقتصاديه. يبقى من الناحيه العسكريه، وهنا قبل أن نذهب إلى الجانب العسكري خلونا نشوفوا أيضا واحد الخبر يؤكد العلاقات السعودية مع المغرب. اتفاق بين السعودية والمغرب على التعاون في مجال الطاقة المتجددة والذرية. هذا يؤكد ما قلته، أي أن اليوم إذا كانت السعودية أعادت العلاقات مع إيران فهذا ما يمكنش يكون على حساب مصالح السعودية مع المغرب. وأيضا علاقات الصين اللي توسطت لهذا الاتفاق، وعلاقات كبيرة ما بين إيران والصين، وماشي علاقات حب ولا ود، بالعكس، فالصين ترى في إيران هي دولة منافسة لها، ولكن كنقولوا عدوي فهو صديقي، لأن إيران عدو ديال أمريكا والغرب، فهي صديقة حاليا للصين. لكن المغرب رغم صداقته مع أوروبا ومع الغرب فلم يكن أبدا عدوا للصين، وعمره ما وقف في المصالح ديال الصين، بالعكس مصالح متكاملة ما بين المغرب وما بين الصين. إذا من بعد ما شلنا الجانب الديني والسياسي والاقتصادي، خلينا نمشيو نشوفوا الجانب العسكري الذي تستعد به في المغرب لضرب أي يد، سواء كانت ميليشيات إيرانية أو متدربة أو أسلحة إيرانية تحاول المس بالأمن القومي المغربي. المحبسة المغربية في قلب رماية راجمات هيمارس الأمريكية. فهنا خدينا هذا الخبر غير باش ننطلقوا منه إلى وجود أسلحة متطورة، أسلحة تكنولوجيا وأحدث الأسلحة تتواجد في المغرب في صفقات تم تنفيذها أو تنفيذ جزء منها أو مستقبلية. لكن أيضا ما ننساوش أن المناورات الكبيرة اللي كيقوم بها المغرب مع مختلف الدول والشركاء، ثم
أيضا مناورات الأسد الإفريقي، والمهم أنها كدار في المعركة أو على جبهة المعركة. هذه الجبهة اللي قلنا بأن هذه المناورات من بين الأهداف ديالها هو محاربة الإرهاب. وكتقول لي أنت محاربة الإرهاب وجايبه في الحدود مع الصحراء الشرقية المحتلة من طرف العسكر الجزائري واللي كاين فيها الميليشيات الإيرانية، بمعنى أننا نستعد على في المنطقة في المكان والزمان المناسبين على التضاريس المغربية الرملية، وأيضا على بعد مسافة قريبة من هذوك العدو المفترض أو لا المحتمل. فالمغرب اليوم بهذه المناورات يستعد بشكل كبير وشكل صحيح 100% لتصدي لأي تحرك من هذا النوع، سواء كان من إيران أو من غير إيران. إذن بهذا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، وإيران لن تجد دولة تستعصي عليها بقدر المغرب. الإيران أو الإيرانيين غلطوا في الحسابات ديالهم، ويمكن ما قراوش التاريخ، يمكن ما شافوش كيف أن المغرب وقف في وجه أعتى الإمبراطوريات العالمية. إيران تريد أن تلعب بالنار، إيران تريد أن تنقل الحروب دائما بعيدة عن أراضيها، الحروب دائما إلى الدول الأخرى. فكنشوفوا الحرب مع إسرائيل نقلتها إلى سوريا وإلى لبنان، الحرب مع أمريكا نقلها إلى العراق، كتضرب شي حاجة عند أمريكا كيردوهما في العراق، هذه فهمها تسطى. مشاكلها مع السعودية نقلتها إلى اليمن، وأيضا تريد مشاكلها مع المغرب نقلها إلى الصحراء الشرقية المحتلة. متابعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. لا خوف على المغرب ما دام فيه أبطال وأسود. دمتم في رعاية الله، حفظكم الله، ودقدقة حتى استرجاع الحدود الحقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.